السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا برجر. الأولاد مزهقيني، يلا يا ماما عايزين ناكل بقى حاجة خفيفة، فيلا بينا نشوف البرجر. معانا هنا كيلو من اللحمة، لحمة مفرومة ولازم يكون فيها نسبة دهون على الأقل 20%. معانا كمان نص معلقة فلفل أبيض، ومعلقة بصل بودرة، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة توم بودرة، ومعانا نص معلقة كبابة صيني، ومعانا معلقة مرقة دجاج فورية ورشة سكر، ومعانا كمان رشة هيل، ومعانا رشة فلفل أسمر، ومعانا معلقتين بقسماط ناعم، ومعانا ده الهيل اهو، ومعانا كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. مش هينفع ابدا انك تستغني عن اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها، واكتب لك كل شيء في الديسكريبشن بوكس. فهنا حطينا كل التوابل، وهنيجي كمان ناخد اهو ده البيكنج باودر. معلش الصوت كان اسرع من الصورة، ولكن كل المقادير هتكون مكتوبة تحت الفيديو. تمام. هناخد هنا معلقة كبيرة من الورشستر صوص، ده مهم جدا في الطعم للبرجر. تمام، بنحط معلقة كبيرة، معلقة أكل كبيرة. وهناخد كمان معلقة كبيرة من المايونيز، والمايونيز هنا مهم جدا. في ناس بتحط بيضة على عجينة البرجر، ده بيغنيكي عن البيضة دي، بيدي طعم أجمل بكتير وما بتلاقيش فيه طعم زفارة، وبيدي طعم كده جميل وجوسي، وبيساعد بصراحة على طراوة البرجر. وهنحط معلقة كبيرة من الكاتشب. لو تلاحظي احنا هنا ما حطيناش ملح خالص، ومش هنحط ملح، هنكتفي بالمرقة الدجاج اللي احنا حطيناها، وهنكتفي كمان بالورشستر صوص لان هو متبل. ولما هنيجي نحط مثلا جبنة او يعني تشيز البرجر، فمش هنحتاج ملح عشان ما يبقاش حادق معاكي خالص. ارجوكي ما تحطيش ملح. بصي طريقة العجن، شايفة انا مش بعجن زي الكفتة. بصي انا باخد من تحت لفوق ازاي، وبحاول ان انا زي ما تقولي كده ايه يعني ادخلهم في بعض. بس كل اللي انا بعمله ان انا بدخل كل المقادير دي في بعض، وما تستغنيش ابدا عن معلقتين البقسماط الناعم. مهم جدا جدا جدا. ليه بقى مهم؟ بيقلل عملية ان هو يكش وهو مع البيكنج باودر، وبيدي طراوة حلوة جدا. بصي بقى، جبنا صينية وفردناها بالورق اللي هو البلاستيك راب. بصي، او تفتحي كيس سندوتشات عادي وتحطيها برضو جواها، مفيش مشكلة. وده المكبس بتاع البرجر، ممكن تعمليه وممكن تعمليه دواير ومثلا بطبق كده وتضغطيها على بلاستيك، او بغطا بطرمان عندك، ممكن برضو تعملي كده، كله هيدي نفس النتيجة. تمام. بصي اهو طلعت اهي احلى برجرايه. طبعا احنا عاملين مقاطعة للمحلات اللي انتوا عارفينها، ف يعني مفيش احلى من انك تعملي الحاجات دي في البيت. طبعا بقى وصلنا ل9 رمضان، والاولاد كانوا يا ماما زهقنا بليز عايزين ناكل اي حاجة بره، فبلاش الاكل التقيل، فحبينا نعمل حاجة. فبصي بقى الجمال، ايه رأيك؟ شايفة اهو عمل معايا الكيلو 8 قطع. بس خليني اقولك على حاجة، بصي لازم تعملي الخرم الصغير ده قبل ما تدخليه كده الفريزر، عشان ده بيساعد شوية في انها ما تكشش. بصي هتدخليها الفريزر نص ساعة وتسيبيها في الفريزر. تمام. هنيجي هنا بقى الجريل على النار او طاسة عادية، وهتبدأي تحطيها، هتسخنيها الاول كويس، وبعد كده تنزلي فيها بشوية زيت، ونبدأ نحمر العيش اللي هو اللي احنا هنستخدمه للبرجر. طبعا لما بتعملي الحاجات دي في البيت تدي طعم اجمل بكتير ونظيفة، وانتي عارفة انتي عاملة ايه. البرجر ده صدقيني طعمه هيعجبك جدا، ومش هتفرقيه عن البرجر بتاع بره، بل احلى كمان.
فبس جربي كده وان شاء الله حاجة يعني تبسطكوا جدا. كده تمام اهو. كل العيش بتاعنا بنحمره، اوعي تحمري الظهر بتاع العيش، هو بس من جوه، بس كده ياخد لون كده، عشان كل ده مع بعضه في الاخر بيدي طعم جميل قوي. تمام. هنخلص كل الكمية بتاعتنا، وبعد كده الجريل لسه سخن. هنجيب بقى البرجر، اخد نص ساعة، ساعة الا ربع، اخد ساعة. ممكن تخرجيه على فكرة من الفريزر يكون مجمد سنة سنة بس، يعني فاهمة، هيكون لسه داخل في مرحلة التجميد. ليه؟ كل ما يبقى ساقع كل ما هو ما ينزلش بميته ويحتفظ بالجوسس بتاعته جواه، وهيستوي جميل. بصي تكنيك التسوية، لان ده اهم شيء. النار عندنا هنا فوق المتوسط، مش نار واطية، نار فوق المتوسط. وبنحط فيها البرجر، ومعانا الغطا ده مهم جدا، بس احنا مش عايزينها تنزل ميه، وانتوا هتلاحظوا انها مش هتنزل ميه. بنعمل ايه؟ بنخليها تاخد لون الاول، وبعدين نبدأ نبخ عليها كده ببخاخة المية دي، معانا ضروري طول ما احنا شغالين البخاخة دي هتكون معانا. بصي بقى الجمال. اهم حاجة في البرجر يا جماعة تكنيك التسوية، علشان ما تقلبش معاكي كفتة وتقعد تنزل ميتها وتبدأ تنشف. وتاني حاجة ما تحطيش فيها بهارات، ولا تحطي حاجة غير اللي قلتلك عليها، علشان صدقيني هتقلب معاكي بعد كده بانها كفتة. اما اذا حطيتي الحاجات البسيطة خالص دي وحطيتيها كمان بنسب قليلة هتلاقي الطعم جميل. البرجر زي ما قلتلك، بصي شايفة، بصي اهو، انا بتك عليه سنة خفيفة، او ما تتكيش او تقعدي تعصري كده عليه عشان ما تطلعيش الجوس بتاعته منه، او العصارة بتاعته تطلعيها منه، ما تعمليش كده. بصي جميل ازاي اهو، شايفة، وما كشتش قوي ولا حاجة. بصي هننضف كده شوية الجريل، ونرجع نحط تاني. عفوا. هنحط تاني شوية البرجر الاتنين اللي فاضلين دول. انا المفروض هنا من الكمية اللي عاملاها كنت هعمل 6 بس، على حسب عدد الأسرة او اللي كان موجود في اليوم ده يعني. شايفة الجمال اهو. هنرجع نبخ مية، اوعي تبخي مية قبل ما تاخد لون، لازم تاخد لون تطمني انها اخدت لون من الناحيتين. تبدأي بعد كده تنزلي بالمية اللي انت بتعمليها دي، تبخي المية كده. البخار هو اللي بيساعد في التسوية، بيخلي درجة الحرارة تعلى جوه، ويبدأ يسويلك البرجر في وقت قصير جدا، وفي نفس الوقت بيخليه يحتفظ بالعصارة بتاعته جواه كلها وما تخرجش منه. البرجر هنا قلتلك ممكن يعمل، انا عملت منه تقريبا 8 قطع، هو ممكن يعمل معاكي لغاية 12 قطعة، بس احنا بنحب القطعة سميكة شوية يعني. وفي ناس ممكن تعمل الدبل برجر، فانا مش يعني تحط قطعتين جوه الساندوتش، فانا مش بحب كده قوي. انا بس بحب يا دوب يكون يعني ايه، هي قطعة كبيرة واحط عليها كل الحاجات اللي بحبها وخلاص. فانتي تقدري تعملي براحتك، يعني تحطي براحتك اللي انتي عاوزاه. تمام. هنا بصي الجمال، شايفة ما بتنزلش مية خالص، شايفة محتفظة ازاي بالجوس بتاعتها اهو. دول اخر قطعتين. هنروح بقى هنا على ترتيب الساندوتش، وهنا تقدري تحطي الصوص اللي انت عاوزاه. احنا بصراحة بنحب البيزك خالص يعني، بنحب نحط بس كده المايونيز، ونحط عليه الخضار، الخس، طماطم، بصل، والخيار المخلل. في ناس تحب تحط عليه كمان مشروم، اعملي اللي هو السويس مشروم، وممكن تعملي كمان بصل مكرمل براحتك خالص. يعني دي مثلا حاجة ترجعلك يعني. هنا بقى بصي هنرجعه تاني على الجريل، نار يعني ايه بقى، مش هقولك فوق المتوسطة، لا نار متوسطة. وممكن اهدى سنة كمان من المتوسطة، مفيش مشكلة. وهتبدأي تحطي عليه قطع الجبنة، وترجعي المية تاني زي ما احنا بنعمل، نبخ عليها ببخاخة المية. ليه بنعمل الحركة دي؟ علشان دي اللي هتساعد في تسييح الجبنة. هتلاحظي احيانا الناس بتشتكي في انها مش عارفة تسيح الجبنة فوق البرجر، الحركة دي هتساعدك جدا في ان انتي تسيحي البرجر بتاعك. شايفة اهو. الطريقة دي طريقة مطاعم اللي انا بقولك عليها. بالنسبة لبخ المية ده، وانك تغطي وانك تبخي عليه سنة مية كده على الجريل. بصي بقى الجمال، ايه رأيك؟
شايفة؟ بصي شوفي البرجر مليان جوسز ازاي، شايفة الجمال؟ لو عجبك الفيديو يعني بليز ما تبخليش عليا بلايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب ولايك على الفيسبوك عشان يوصلك مني كل جديد. شايفة؟ بصي حلو ازاي. هنجيب بقى جنبهم شوية بطاطس معمولين في الاير فراير، حاجة اكلة خفيفة خالص. شايفة الجمال؟ اتمنى ان الاكلة تكون عجبتكم، واشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. كنت معاكم مطبخ المصرجانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان